عشان اوفر بكل حاجه يعني جت على المناديل يعني ده مش مشكله معلش. هنزل بقى برشه ملح بسيطه علشان البيضه، مش هرش تاني على السجق خالص، وعلى البيضه برضو رشه فلفل اسود، وهفتحها كده يعني بسيط. انا بحبها كده بس علشان تستوي يعني. ولا اقول لكم يلا هنخبطها كده في بعض، انا شايفه ان هو كده احسن. ههدي النار شويه كده علشان انا ما بحبش البيضه مستويه قوي. ولسه في مفاجاه ثانيه، مش هكتفي كده، لا مش هيبقى فطار عادي كده، لا لا كده كويس جدا. هدي برضه النار حبه تاني علشان البيضه متستويش يعني. ده محدش يقدر يستغنى عنه، جبنه موتزاريلا. هرش كده حبه يعني، هي اصلا كل حاجه بقت فيها جبنه موتزاريلا، هو ناقص يعني ايه يترش علينا احنا جبنه موتزاريلا. بس بصراحه يعني بتدي طعم تاني للاكل بصراحه، انا بحبها جدا. 3/4 الشعب المصري بيحبها جدا. كفايه كده ولا الحته التانيه ديت بتندهني بصراحه، بس كفايه كفايه كتير بقى. الدنيا بس مش مشكله، فداك هذا تقولي طب احنا مالنا فدانا فيه يعني، احنا مالنا يعني. عشان بقول لكم الوصفه يعني يا جماعه، بلاش حرام. تيجي واحده مثلا تسالني طب يا غدا تفطر، طب ما ممكن انا مفيش حد بيسالني ومفيش حد يسالني ولا حاجه، بس اهو يعني انا بدردش معاكم في اي حاجه. اقول لها افطر ايه يعني لما ندلع نفسنا كده. ما انا ما بحبش اكل حاجه من غير العيال يعني، والله ما بحبش اكل حاجه من غير العيال. بحس ان انا عملت جريمه من وراهم. بمناسبه الجرايم صح يا جماعه، والله يعني بجد يعني انا حابه اتكلم، انا مش حابه اتكلم يعني عن الموضوع اللي هو بتاع شيكا اللي هو لاعب الزمالك وكده. بصراحه يا جماعه في يعني في بلبله كتير. يعني انا عن نفسي انا مش عايزه اعرف، مش عايزه اعرف ام مكه حصل لها ايه، ولا فلانه حصل لها ايه، ولا علانه حصل لها ايه. يعني مثلا ايه اللي هتستفاديه مثلا، او ايه اللي هتستفاده ان انت تعرف مثلا دي اتحكمت ولا دي اتحكمت. طبعا يعني يهمنا جدا ان العداله طبعا تاخد مجراها، واللي غلط يتحاكم، و يعني عشان الدنيا ما تبقاش كده يعني سبهلله وكده مفتوحه ماشي. بس يعني هو ضع الخلق والخلق يا جماعه. في جهات مختصه للمواضيع دي ان هي تحاكم الناس دي او تسال الناس دي. اصلا هو الفيديو يعني اكيد وصل للناس الكبيره يعني الناس اللي فوق. ف يعني حضرتك مثلا طالع عامل فيها محقق كونان، او صحفي ما راح يسال الناس دي في بيوتها. يا جماعه اصلا يعني انت رايح تسال الناس دي في بيوتها، يعني هتقول لك مثلا انا عملت كده ولا عملت كده، مش هتقول حاجه. فانت بقى نوفر التعب كده شويه والله يا جماعه. انا عارفه ان هو مثلا ترند، وكله بيطلع على ظهر كله، بس يعني والله يعني في الاول وفي الاخر ده الخلق والخلق. انا مثلا لو بتفرج مثلا على فيديو يعني هو اجباري، انا مش عايزه اتفرج على الفيديو بس اجباري بلاقي فيديوهات كتير عن الموضوع ده يعني لانه بقى طبعا ترند. فيعني ده الخلق والخلق يا جماعه يعني. خلينا في نفسنا والله بس يعني. بلاش يعني وفر مجهودك. انا عايزه انا عارفه ان انت عايز تعمل لقاء وتجيب منه وكده، بس اتكلم في الموضوع يعني سطحي. تروح تسأل وعامل فيها نقد كونان